General exercise on unit 1 page 47. هنحل هنا number 1 choose the correct answer. number A 7 and 3 over 5. طبعا ده mixed number الدينومينيتور فيه ب 5. انا علشان احوله لديسيمال لازم اخلي الدينومينيتور يا اما 10 يا 100 يا 1000. فاعمل ايه؟ ال 5 عشان تبقى 10 تالي اقرب حاجه ل 10 يبقى اقدر اعملها multiply 2 يبقى up and down by 2. بقت ال 3 by 2 equal 6 وبقت ال 5 by 2 equals 10 وطبعا ال 7 اللي هو النمبر بينزل زي ما هو يبقى 7 and 6 over 10. اوكي، ابتدي بقى الفراكشن اللي هو 6 over 10 احوله ازاي لديسيمال. اول حاجه بكتب النيوميريتور زي ما هو يعني بكتب ال 6. بعدين بعد كام زيرو في الدينومينيتور 1 زيرو يبقى احط الديسيمال بوينت افتر 1 ديجيت يعني بعد ال 6. طب النمبر بقى اللي انا هحطه في الليفت هاند سايد ايه هو؟ هو ال 7 اللي هو بتاع الميكسد نمبر بقى 7.6. طبعا هعمل سيلكت على ال 7.6 من الايه من الاختيارات. again 23 over 2 الدينومينيتور هنا ب 2 فانا لازم اخليه يا 10 يا 100 يا 1000. اعمل ايه عشان اخلي 2 10؟ اعملها multiply 5 يبقى up and down by 5. 23 by 5 هتديني 115 وال 2 by 5 هتديني 10 بقى الفراكشن 115 over 10. دلوقتي اقدر اعمل له convert into decimal. اكتب النيوميريتور زي ما هو اللي هو 115 واعد كام زيرو في الدينومينيتور 1 0 يبقى احط الديسيمال بوينت افتر 1 digit from ال right hand side من اليمين يبقى احط الديسيمال بوينت بعد ال 5 بعد ديجيت واحده بس من اليمين. اوكي يبقى بقت 11.5. طبعا اعمل سيلكت في الايه في الاختيارات على ال 11.5 يبقى بنحط الديسيمال بوينت افتر 1 digit from ال right hand side. نمبر سي 9 over 4 برضو الدينومينيتور equal 4. اقدر اخلي ال 4 10 ما ينفعش 4 باي كام equals 10 يبقى اقدر اخليها 100 يبقى اعملها multiply 25. 4 باي 25 تديني 100 يبقى كمان ال 9 لازم اعملها باي 25 هتديني 225 بقى الفراكشن 225 over 100. اقدر احوله لديسيمال يبقى هكتب النيوميريتور زي ما هو 225 then count how many zeros. عندي 2 zeros في الدينومينيتور يبقى احط الديسيمال بوينت after 2 digits برضو from the right hand side يبقى من اليمين يبقى between ال 2 وال 2 بقت 2.25. طبعا اعمل select في الاختيارات على 2.25. again 3 over 10 ده بقى سهل جدا. هنا الدينومينيتور equals 10 يبقى على طول هكتب ال 3. لو انا هحوله لديسيمال هكتب ال 3 بعد كده count how many zeros 1 0 يبقى احط الديسيمال بوينت افتر ال 3 وبعد كده اكتب 0 عشان ما عنديش اي نمبر بقى 0.3. ما عنديش في الاختيارات خالص 0.3. 2 ديسيمالز اللي عندي مش 0.3 يبقى اكيد هو الفراكشن. طب اتاكد برضو ازاي؟ هو ال 3 over 10 لما هزود 2 zeros فوق و 2 zeros تحت هيبقى 300 over 1000. يعني ايه زودت 2 zeros؟ يعني كده عملت multiply 100 up and down بقى 3 by 100 ب 300 10 by 100 ب 1000 اللي هي يعني ب 1000 يبقى 300 over 1000. نمبر اي 7 and 9 over 100. طبعا over 100 يبقى سهلة جدا هكتب ال 9 الأول اللي هو النيوميريتور بعدين count عندي 2 zeros يبقى after 2 digits. أنا ما عنديش هنا غير ال 9 بس اللي أنا كتبتها 1 digit يبقى أزود 0 في الليفت. لو زودت 0 في الرايت هتبقى 90. أنا عايزاها تفضل 9 زي ما هي يبقى أزود 0 في الليفت بعد كده أحط البوينت. أوكي بعدين في الليفت هاند سايد احط النمبر. ايه النمبر اللي مع الفراكشن؟ ال 7 يبقى 7.09. نمبر اف 64 over 80 الدينومينيتور هنا 80 يا اما اخليه 10 او 100 او 1000. طب ما الاسهل اني اخليه 10 يعني اعمله ديفايد. لو اقدر اعمله ملتبلاي اوكي انما انا هنا اسهل لي اعمله ديفايد 8 فتبقى ب 10. طبعا فوق اقدر اعمل ديفايد 8 ال 64 divisible by 8 يبقى هعمل ديفايد 8 up and down 64 divide 8 تديني 8 وطبعا ال 80 divided ال 8 تديني 10 بقى الفراكشن 8 over 10. اقدر دلوقتي اكتب ال 8 واعد في عندي 1 0 في الدينومينيتور يبقى after 1 digit يبقى احط الديسمال بوينت زين اكتب ايه الزيرو لان انا ما عنديش هنا نمبر هو فراكشن بس مش ميكسد نمبر يبقى 0.8. اوكي نمبر جي 35.40 هنا بقى كونفرت العكس بقى من الديسيمال للفراكشن. بس قبل ما اعمل الكونفرشن انا عندي هنا زيرو في الرايت هاند سايد ملوش لازمه. بدل ما الخبط فيه وبدل ما اكتب اوفر 10 او 100 او 1000 فلخبط فيها فاشيله فبقى الديسيمال 35.4. دلوقتي اقدر اكتب النمبر زي ما هو 354 اوفر ايه
البوينت افتر 1 digit يبقى over 10. اوكي، قبل ما ابتدي اكتب الفراكشن لازم اكنسل الزيروز اللي ملهاش لازمه. هنا بقى ما عنديش زيروز الحمد لله، يبقى هكتب النمبر زي ما هو 2 7 4 3 5 over البوينت هنا افتر how many digits من الرايت هاند سايد 2 digit بعد ال 5 و 3 يبقى يبقى over 100. اوكي، يبقى النمبر زي ما هو without الديسمال بوينت over 100 لان انا عندي الديسمال بوينت after 2 digits يبقى over 2 zeros. اوكي